احنا احفاد قاده هزوا الارض وكسروا امبراطوريات كبيره زي المغول والفرس، وعلماء نوروا الدنيا كلها بعلم. لو انت واثق من معلوماتك التاريخيه وريني هتجاوب الاسئله دي ازاي. اهلا بك، انا محمد فوزي، والنهارده تحدي اسئله التاريخ سؤال وجواب الجزء الثاني. يلا حضر نفسك ويلا بينا على اول سؤال. السؤال الاول: من هو القائد الذي انتصر على الصليبيين في موقعة حطين؟ صلاح الدين الايوبي، الظاهر بيبرس، سيف الدين قطز، نور الدين محمود؟ الاجابه الصحيحه هي صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي انتصر على الصليبيين وحقق انتصار حاسم في موقعة حطين سنه 1187. وده طبعا كان قائد عسكري ذكي جدا، قدر يقطع عنهم الميه في عز الحر عشان يجبرهم للنزول للمعركه، وانتصر عليهم واسترد بيت المقدس بعد سنوات من الاحتلال الصليبي. على فكره اللي هيجاوب السؤال ده غلط يراجع نفسه ويروح يذاكر التاريخ من جديد، ده احنا اصلا اتربينا على بطولات وامجاد صلاح الدين الايوبي. السؤال الثاني: من هو مؤسس علم الجبر؟ الفارابي، الخوارزمي، ابن الهيثم، ابن سينا؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي الخوارزمي. محمد ابن موسى الخوارزمي هو مؤسس علم الجبر، وكلمة الجبر أصلا اتخذ من كتابه الجبر والمقابلة، يعني هي اتسمت على اسم الكتاب. على فكرة الخوارزمي ده هو السبب في السين والصاد اللي دوخت الطلبة في المدارس، بس لولا الراجل ده كان زماننا بنهد على صوابعنا لحد دلوقتي. السؤال الثالث: من هو القائد الذي هزم المغول في معركة عين جالوت؟ سيف الدين قطز، الظاهر بيبرس، صلاح الدين الأيوبي، طارق ابن زياد؟ الإجابة الصحيحة هي سيف الدين قطز. سيف الدين قطز هو بطل معركة عين جالوت، والقائد العظيم ده قدر يكسر أسطورة جيش المغول اللي كانوا مسمين نفسهم الجيش الذي لا يقهر، وقدر ينتصر عليهم في موقعة عين جالوت سنة 1260. طبعا بعد ما احتلوا بغداد واسقطوا الخلافه العباسيه، وبعد كده اتجهوا الى دمشق واحتلوها والخلافه الامويه. لكن قطز بالتعاون او بالاشتراك مع الظاهر بيبرس قدروا يقضوا عليهم تماما. طبعا المغول دول كانوا مسمين نفسهم الجيش الذي لا يقهر او ملوك الارض، شنكيز خان وهولاكو، وكانوا طايحين ماشيين كده زي القطر والناس كلها خايفه منهم. لكن طبعا جه سيف الدين قطز وقفهم عند حدهم، طبعا بكلمته الشهيره ايه؟ واسلاماه. يعني قدر يوقفهم وقدر يقضي عليهم تماما وينهي اسطوره الجيش المغولي دي تماما. السؤال الرابع: من هو مؤسس مدينه الاسكندريه؟ الاسكندر الاكبر، يوليوس قيصر، نابليون بونابرت، محمد علي؟ طبعا الاجابه الصحيحه الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر اسس مدينه الاسكندريه عشان تكون مركز حضاري وثقافي ليه بعد وفاته. وطبعا اصبحت من اعظم او اشهر المدن في العالم، واشتهرت كمان بمكتبتها اللي كانت بتضم الاف الكتب. ولسه لحد دلوقتي مكتبه اسكندريه تعتبر من اهم المكتبات في العالم، وتعتبر دي يعني ايه مزار سياحي حاليا يعني. على فكره الاجابه في الاسم، يعني اسكندريه لازم اللي مؤسسها يكون الاسكندر. مش محتاجه فيصل غورس يعني. السؤال الخامس: من هو العالم المسلم مكتشف قانون الضوء؟ البيروني، ابن الهيثم، الرازي، الفارابي؟ طبعا الإجابة الصحيحة ابن الهيثم. ابن الهيثم هو مؤلف كتاب المناظر، اللي كان مرجع أو استمر مرجع لأوروبا لمئات السنين. وهو طبعا أول من أثبت إن الضوء إن العين ما بتطلعش ضوء، ولكن الضوء بيقع على الحاجات وينعكس للعين، عشان كده احنا بنشوف. طبعا الراجل ده تخيلوا كده لو ما كانش اكتشف قانون الضوء كان زماننا بنصور سيلفي بالأولى.
ما هو دلوقتي اللي عرفنا الكاميرا والضوء وبيتحرك ازاي ويجي ازاي. السؤال السادس: من هو مؤسس الدولة الأموية؟ معاوية بن أبي سفيان، علي بن أبي طالب، يزيد بن معاوية، عبد الملك بن مروان. طبعا الإجابة الصحيحة هي معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان هو مؤسس الدولة الأموية، وطبعا بعد تأسيسها نقل الخلافة إلى دمشق عشان تكون عاصمة للدولة الأموية. وطبعا كانت من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ، لأنها حدودها كانت بدأت من بلاد الأندلس اللي هي أسبانيا دلوقتي يعني، لحد حدود الصين. يعني الراجل بدأ بخلافة بسيطة، وبعد كده بقت دولة تحكم نص كوكب الأرض أو نص العالم يعني. يعني حاجة حكمة وسياسة مع بعض كده. السؤال السابع: من هو القائد الذي هزم الفرس في معركة القادسية؟ سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، عمرو بن العاص. الإجابة الصحيحة هي سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص انتصر في معركة القادسية سنة 15 هجرية، وكان لقبه بطل معركة القادسية، يعني المسلمين لقبوه كده. والمعركة دي كانت نقطة تحول في تاريخ الإسلام كله، إن القائد ده استطاع بذكاء إنه ينتصر على جيش الفرس اللي كان عددهم أضعاف أضعاف جيش المسلمين. يعني تخيل كده، الفرس دول كانوا داخلين بجيش قوي جدا وداخلين على الأفيال طبعا عشان يخوفونا، لكن رجالتنا ما بتخافش. سعد بن أبي وقاص قال لهم لفوا وارجعوا تاني. احنا كده خلصنا الجزء الثاني من أسئلة التاريخ، سؤال وجواب. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون فيه معلومات استفدتوا منها. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، وإن شاء الله انتظرونا في فيديوهات جاية. تحياتي.